الطهاره معناها النظافه، مفيش في ثوبه ما يمنع انه يصلي، مفيش في المكان اللي بيصلي فيه نجاسه تمنعه انه يصلي في المكان ده. طيب ناس كتير في الشرع بتسال عن معنى الطهاره. الطهاره في الشرع ليها معنيين او قسمين، بتنقسم لقسمين، في طهاره معنويه وطهاره حسيه. الطهاره المعنويه هي طهاره قلب العبد من الشرك والمعاصي. مشرك بالله او كافر ده ما اقدرش اقول ان هو معنويا هو نظيف وكل حاجه، بس معنويا هو الشخص ده مش طاهر، زي ما قال ربنا انما المشركون نجس. وكمان ربنا قال سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا الطهاره دي طهاره معنويه. طيب القسم الثاني بقى والنوع الثاني من الطهاره اللي هي الطهاره الحسيه المتعلقه بالمكان، بالثوب، بجسم الانسان او جسم المصلي، فدي بنسميها طهاره حسيه، حاجه انا بحس بيها. الطهاره الحسيه هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث ده الحدث الاصغر والحدث الاكبر، هشرحهم لك دلوقتي. زوال الخبث بقى اللي هو ازاله النجاسه منين؟ من جسم المصلي او بدنه، من ثوبه، اللبس اللي بيلبسه، من المكان اللي هو بيصلي فيه او بيتعبد فيه. طيب اقسام الحدث بقى، احنا قلنا من شويه ان في حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر ده اي حاجه بتحصل لك تخليك ان انت لازم تتوضا عشان خاطر تصلي، نقضت وضوءك يعني الميزان بتاعنا اللي هو الصلاه. اي حاجه تمنعك من الصلاه تستوجب عليك الوضوء بس، فدي تسمى حدث اصغر. اي حاجه تمنعك من الصلاه تستوجب عليك الاغتسال، ان انت تخش تغتسل اغتسال كامل زي ما نشرح بعدين، ده بيسميه حدث اكبر. فالحدث الاكبر اللي هو اي حاجه تمنعك من الصلاه تستوجب عليك الاغتسال، زي الجنابه، الجماع، وكمان الاستمناء. وزي ما قلنا الاستمناء ده حرام شرعا ولا يجوز. الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي تحت مسمى واحد، الجنابه او الجماع او الاستمناء، بس كل واحد فيهم بياخد حكم مختلف ووصف مختلف، في منهم اللي حرام في منهم اللي حلال، ده كده حكم مختلف. طيب الوصف المختلف كمثال لو خدنا الجنابه، هو شخص مثلا عازب عمل مجهود بدني زياده وانزل بدون اراده، او نام واحتلم برضه بدون اراده، فهنا الوصف مختلف والحكم حلال ما فيهوش مشكله، بس هيستوجب عليه الغسل عشان خاطر يقدر ان هو يصلي. بالنسبه لكيفيه الطهاره زي ما قلنا، من الحدث الاصغر بيبقى فيه وضوء، ومن الحدث الاكبر الاغتسال، ودول هنشرحهم بالتفصيل اكتر في دروس مختلفه. دي حياه مسلم. سلام.